السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكروا يا جماعة أنا كم مرة قلت لكم إنه الحرب دي انتهت بنسبة 95% والباقي ده هو كله تكفيلات. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى مزيد من الدلائل على صدق المقولة دي ومزيد من الانفتاحات. يا جماعة دي ملاحظات داركم تلاحظوها معي عشان تتأكدوا من كلامي إنه الحرب دي انتهت، وناس مدني والجزيرة وناس دارفور وناس الحاج يوسف وناس الخرطوم بحري وناس أم درمان وناس الخرطوم يجهزوا شنطهم عشان يرجعوا بفضل الله سبحانه وتعالى وننشغل بما بعد الحرب. لاحظوا معي حاجات كثيرة جدا. واحدة من الحاجات دي أنه الميليشيا المتمردة من شهر 6 قبل 6 شهور من سقوط سنجة ما استطاعت انها تحتل شبر من اي مدينه الا عمليات الهنبته وترويع السكان، لكن ما استطاعت انه هي تحتل شبر من السودان. بالمقابل لاحظوا حاجه ثانيه، انه القوات المسلحه تتمدد في كل المحاور. الليله في الجزيره شفنا ما يثلج الصدور، في الفاشر تتمدد القوات، في ام درمان شفنا، في بحري شفنا، في سينار شفنا، في النيل الابيض. بالمقابل لانحسار الميليشيا القوات المسلحه تتمدد وتحرر المدن. لاحظوا معي تاني حاجات مرتبطة ببعض. الميليشيا توقفت ظاهرة الفزع الخارجي اللي كان بيجي، وبالمقابل لاحظوا حاجة تانية، أنه كل عمليات الدعم اللوجستي اللي بقت تجي للميليشيا قاعد تتضرب لا سيما في مطار نيالا. لاحظوا حاجة ثالثة مربوطة بالحاجتين ديل، أنه الإمارات استسلمت عديل وركعت أمام صمود الشعب السوداني، وتتوسل الدول عشان يعملوا لها هدنة لمدة سنة تلتقط أنفاسها. لاحظوا معي تاني حاجتين مربوطات ببعض، أنه ميليشيا الدعم السريع وقحط فشلوا في إنه هم يشكلوا حكومة، وبدأت تضرب بيناتهم الخلافات السياسية مربوطة بحاجة تانية. لاحظوها، لأول مرة يحصل اختلاف عسكري في أرض الميدان، والميليشيا الآن تقتتل داخل مدني وفي غير مدني. لاحظوا معي تاني حاجتين مربوطات ببعض، الميليشيا تتقلص بظاهرة غريبة هي ظاهرة الاستسلام والتسليم للقوات المسلحة. ومع الحاجة دي لاحظوا انه هم بينقصوا ونحن بنزيد. كل الناس اللي بيسلموا للقوات المسلحة من الميليشيا من المتمردين ما بيمشوا بيوتهم، بيتحولوا لمستنفرين ومقاتلين في صف القوات المسلحة، وبيقاتلوا جنبا الى جنب مع اخوانهم عشان يحرروا المدن السودانية. 9 دلائل انا بستدل بها على صدق مقولتي في انه الحرب دي انتهت. الف مبروك للشعب السوداني، نمشي لقدام باذن الله. الله اكبر، ولا نامت اعين الجبناء.